طيب بالنسبة لساعات العمل بقى، يومي بيبدأ الساعة 6:30 الصبح. الحافز الأكبر اللي بيخلّي ناس كتير تسأل على أمريكا واللي إحنا لسه متكلمين فيه دلوقتي هو المرتبات. رقم كبير الصراحة، أنا كنت متوقع أقل من كده. إحنا اتضحك علينا. ازيكم؟ ناس كتير كانت بتسألني عن طريق المعادلة بتاعة أمريكا وأنا كان بيبقى نفسي أساعد بس ما عنديش معلومات كافية عن الموضوع عشان للأسف أنا مش من شرم الحقيقة. فالنهارده بقى قفشت لكم واحد من صحابنا في أمريكا وكتر خيره هيقعد يتكلم معانا عن طريق المعادلة والريزيدنسي والحياة في أمريكا بشكل عام. اعملوا كوباية الشاي بتاعتكم بقى يعني كده زي الهوت شوكليت اللي أنا عاملها دي واقعدوا في مكان هادي عشان الموضوع مطول معانا. يلا بينا. يا جماله. مساء الخير. ايه القمر ده؟ عامل ايه يا يا عم عمو؟ وحشني. امريكا عامله ايه الاول؟ أمريكا يعني على حسب أنت فين في أمريكا. أنا في مكان كويس في أمريكا، نضافة بقى وشوارع بتتغسل وحد تقصد ايه بيتكلم بالكلام ده؟ إنجليزي يعني على بشكل. فكره عندنا في انجلترا نفس الكلام، بس انا ما نعرفك على الناس الاول. ينضم الينا يا جماعه يعني عبر الصوت والصوره دكتور عمار قدري. انت المدينه بتاعتك اسمها ايه؟ نيو جيرسي. دكتور عمار قدري من ولايه نيو جيرسي. احنا الاول متشكرين جدا يا عمار والله انك استقطعت من وقتك عشان تعمل معانا الفيديو اللطيف ده. استغفر الله يا علاء، ده واجبنا استغفر الله. أخويا يعني إحنا لما كنا بقى مع بعض في الكلية ما كناش متخيلين إن إحنا نوصل لهذه المرحلة، إن أنت تبقى في بلد وأنا في بلد. لا معلش، بس الإكسبيرينس انت بتاعتنا. خنت القضيه. احنا مانشستر كلهم بيجوا على انجلترا. هي دي الحتة اللي خلتني أخون القضية بقى. إن أنا لقيت كله بيروح إنجلترا فقلت هو اللي هو إيه الحوار؟ ايه، ما إيه تمشيش مع الحوار يا جدع؟ القطيع يعني، خالف تعرف. انا هروح انا على والله امريكا. قلت اما اشوف الدنيا التانية دي بتقول ايه يعني. من ساعة ما بدأت حوار الانستجرام ده وبقى يجي لي أسئلة كتير، الناس بقت بتسألني على أمريكا أكتر من إنجلترا. اللي هو يا جماعة إيه الكسوف ده يا جماعة؟ أنا جاي أكلمكم على إنجلترا وتسألوني على أمريكا؟ أنا ما أعرفش حاجة على أمريكا. أنا مش عايز أفيدك، أنا مش قادر أفيدك. الفرق كبير لان الناس اللي بيبقوا عارفين حاجات عن امريكا بتلاقي حاجات مختلفة تماما عن بالظبط. انجلترا. هو هنا الصراحة لو جيت تقولها هتلاقيها ان هي اقرب شوية لمصر. يعني نظام الريزيدنسي في أمريكا أقرب لمصر عن الموضوع بتاع إنجلترا، لأن فعلا إنجلترا ناس كتير ما بتبقاش فاهمة الدنيا يعني. هو طبعا مش عاوزين نقارنه بمصر، هو مش مالوش صلة بمصر. انا بتكلم هو اقرب لمصر من لا، الناحية من حيث التدرج الزمنية. الوظيفي. من الناحية الزمنية والتدرج الوظيفي، اه ولكن مش قريب لمصر ماشي. خالص. طيب بالنسبة لساعات العمل بقى، انت دلوقتي راجل ريزيدنت اه انترنال ميديسن صح؟ بالظبط. ايه بقى؟ هنا يا باشا ساعات العمل ماكسيمم 80 ساعة في الأسبوع. المفروض أي بروجرام هيشغلك أكتر من 80 ساعة في الأسبوع هو كده بينتهك حقوق الإنسان بقى وإيه، وأنت ممكن تشتكيه وكده. التخصصات الباطنة ممكن تقول عليها أخف شوية من الجراحة. أنا ممكن يومي بيبدأ الساعة 6:30 الصبح. في ناس مثلا في الجراحة بيجوا الساعة 5. اه طب ليه بيجي 5؟ يجهز بقى لستة ومش عارف ايه. هم ما حدش يعني انت مواعيد شغلك تيجي 6:30 بس ايوه. انت بتيجي 5. طيب انت مثلا شغلك بيخلص الساعه كام؟ 3. تلاقيه من 6:30 ل3 شغال يا باشا، ما بيسيبش العيانين والدكاتره ويلف مع ده ومع ده ومع ده ويدخل عمليه ويطلع وبتاع. عاوز يطلع يكتب نوتس اللي هو يا عيان عنده كذا سنه مش عارف ايه، جاي بكذا وباست ميديكال هيستوري اوف كذا وكذا وكذا، كان جاي بريزنتنج بالسيمتومز دي، عملنا له تحاليل كذا طلع عنده كذا مش عارف. دي كده القصه في الاول، وبعد كده بتبدا تكتب ايه البروبلم ليست بتاعته. طب امم انت النوتس دي ما هتاخد وقت تكتب ايه؟ تفاصيل كتيرة تكتب يعني. وتقوم كاتب البلان بتاعك. فانت كده انت كتبت المشكله كلها. طب العيان بيبقى عاده مش جايبه مشكله واحده، بيبقى جايبه حاجات تانية كتير، النوته بتاخد وقت. فبتلاقيهم خلصوا شغل مثلا الساعه 3 ولا 4 ويقعدوا يكتبوا في النوتس دي، مع ان هم المفروض يروحوا يروح. 3 او 4. ده بيحصل معانا ساعات 3 ونص، احنا ما بنروحش 3 ونص. انا اشتغلت اسبوعين، المفروض كل الاسبوعين دول اروح 3 ونص، ما عدا مثلا يومين او 3 مفيش يوم روحت قبل الساعه 6. ليه؟ لان انت نفس الكلام، الدكتور بيجي يمر معاك الساعه مثلا 10 الصبح، انت بتقعد من ساعه ما بتوصل الساعه 7 مثلا لحد الساعه 10، بتقعد تجهز الحالات وتشوف بقى ايه التحاليل الجديده اللي اتعملت بالليل وانا ما كنتش موجود. طب العيانين دول بيشتكوا من ايه؟ تروح انت تمر بالسريع كده على العيانين عشان تشوف يا حاج عامل ايه مش عارف ايه. امم فبتقعد تكتب الكلام ده كله بحيث ان الدكتوره لما تيجي تمر معاك او الدكتور يقول لك ها ايه الجديد. فانت لازم تبقى مجهز العيان عارف هو ايه. فالخلاصه بتاعت الكلام اللي انا بقوله ده برضو انا بتفرع كتير، بس ممكن يقول لك انت تشتغل 10 ساعات بس انت تشتغل 12 على حسب الشيفت اللي انت بتشتغله. في حاجات بتبقى اسبوعين ممكن تلاقيك ما اشتغلتش في الاسبوع فيهم اكتر من 45 ساعه، وفي اسابيع بتلاقيك اشتغلت مثلا 85 ساعه. لو انت بقى تحسب بالظبط الساعات اللي انت اه بتشتغلها، انت اوريدي بتشتغل 6 ايام في الاسبوع، يعني امم هتلاقيك اجازه يوم واحد في الاسبوع. لكن انت واقعيا اللي مكتوب على الورق ان انت 80 ساعة ماكسيموم 80، والافريج بتاعنا بيبقى في حدود مثلا 65 ساعه. كمقارنة. يعني في انجلترا المفروض ان عدد الساعات الستاندرد 40 ساعة، مم. بس طبعا احنا بنشتغل نبطشيات.
فاحيانا ممكن تزيد توصل معانا ايه ل 48 ساعه في الاسبوع. وغير كده بقى انت ممكن تشتغل لوكمز او اللي هي نبطشيات برايفت بقى، بتزود انت على نفسك براحتك بقى، بس المهم ان الماكسيمم هنا حسب القانون يعني 48 ساعه في الاسبوع. فمعلش احنا هندي البوينت دي لانجلترا، انا اسف جدا يعني. بقى الصراحة تستحقها. أنا عندي سؤال، أنت فلوسك في النيابة بتكفي إن أنت ما تحتاجش تعمل أي لوكمز أو أي إكسترا شيفت؟ لازم تحرجونا يعني. هو دي نقطه بقى، سبيشالي لو أنت مثلا متجوز أو كده. بالظبط، هو الديبندس جدا على حالتك الاجتماعيه بقى، ايه انت متجوز ولا لا، طب انت مصاريفك اصلا قد ايه، لان دي نقطه تانية كبيره متفرعه جدا. في ناس ما بتصرفش كتير، لان انت في ناس تعرف انك تشتري هنا حاجات، لكن بالنسبه للتحويش عشان تحوش لازم تبقى وصلت الليفل عالي بقى، اللي هو انت كونسلتنت مثلا او ريجسترار او اللي هو الليفل اللي قبل الكونسلتنت على طول يعني، فمرتبك نفسه بيكفيك انك تحوش. انما لو متجوز وانت لسه ريزيدنت او لسه جونيور يعني هتحوش بس مش مبلغ كبير، وبالتالي معظم الناس بتلجأ لانها تعمل لوكمز فعلا يعني. احنا نيجي للحافز الاكبر اللي بيخلي ناس كتير تسأل على امريكا، واللي احنا لسه متكلمين فيه دلوقتي، هو المرتبات. فهو الريزيدنت في امريكا طبعا انا ما اعرفش بيبدأ عند كام، بس مثلا الجونيور هنا او الاف 2 فاونديشن يير 2 يعني بيبدأ عند 37,000 استرليني، يعني تقريبا 40,000 دولار في السنة. حلوين. حلوين الله حلوين. حلوين بس بالمقارنة بايه؟ لا، ما هو على حسب الضرايب بقى، انتوا الضرايب بتاخد منكم قد ما ايه؟ هو احنا الضرايب مثلا لغايه 52,000 في السنه، لو انت راتبك اقل من 52,000 بتدفع ضرايب 20%. لو انت اعلى من 52,000 في السنه بتبدا تدفع على كل مبلغ فوق ال 52,000 ده 40% ضرايب. انما اول 52,000 في السنه في مرتبك بتدفع عليهم 20% ايا كان بقى. 20. لو انت بتقبض 70,000 مثلا، ال 20,000 اللي فوق ال 50 دول هتدفع عليهم 40% ضرايب. 40% رقم كبير الصراحة، أنا كنت متوقع أقل من كده. هو هنا المرتبات بتتراوح ما بين 60 ل 70. يبقى احنا لو هنقول مثلا من 60 ل 70 نقول افريج 65,000 في السنة دولار. الضرايب بتاخد منك في حدود من 15 ل 20%، فاحنا ممكن نقول 15 أو 17 مثلا. تمام. فالصافي بتاعك في الآخر بيبقى مثلا في حدود مثلا 50,000. طب هل انت بتدفع حاجه زياده غير الضرايب؟ يعني بتدفع تامين صحي مثلا او هيلث انشورنس او بتدفع، بس مثلا المستشفى بتديك نظام تأمين عالي بفلوس أقل. يعني مثلا أنا بدفع في التأمين في الشهر تقريبا 150 أو 130 دولار. مبلغ مش كبير. انا كنت متخيل الهيلث انشورنس في امريكا اكبر من كده يعني دايما. بالنسبة لنا احنا قليل شوية. البروجرام ده لو انت واخده بره المستشفى بيبقى غالي، بيبقى في حدود 400 او 500 دولار حاجة زي كده. فانت بتدفع 150، المستشفى بتدفع لك في حدود 300 او حاجه زي كده. طب وهل الكفر اللي المستشفى بتدفعه ده في كل المستشفيات على مستوى الستيتس بنسبه كلها؟ كبيره بيبقى كل المستشفيات بتبقى عامله تامين للدكاتره بتوعها يعني. انت كده ضيعت عليا النقطه اللي انا كنت هكسبها منك في نقطه الهيلث انشورنس. يعني انا كنت متخيل ان التامين عندكم غالي بقى وانتوا بتدفعوا فلوس كتير في التامين الصحي. لا، احنا اكزامبل اهو، التامين مش غالي قوي يعني. انا كنت متوقع زيك، لكن هو طلع انا بيتاخد مني تقريبا في الشهر 125 دولار بالظبط. المسمى بتاعه هنا ما بيبقاش هيلث انشورنس، هم مسمينه ناشونال انشورنس، اللي هو انت بتدفع انشورنس لكل حاجه يعني. فالناشونال انشورنس دي بتكفر التامين الصحي بتاعك وبتكفر المدارس بقى والكلام ده. المدارس هنا ببلاش يعني. انا بدفع تقريبا من 7 ل 10% ناشونال انشورنس، ده غير الضرايب طبعا. يعني الضرايب 20% والتامين من 7 ل 10%. مش وحش قوي الصراحه. انت بتقول ان هو بيشمل حاجات تانية، بس مش بيشمل بقى التامين على العربيات والحاجات دي، لا، صح؟ التأمين على العربيات له تأمين لوحده. يعني انجلترا تحسها دولة اشتراكية أكتر منها رأسمالية للأسف. يعني احنا اتضحك علينا، احنا جايين وفاكرين بقى الايه الرأسمالية بقى والفلوس هتلعب. قلت لي 40% من مرتبك ده، قلت ايه يا معلم؟ لا ايه يا جماعة، اشتغل مكاني ما توحدوا الله ما تيجي تشتغل انت طيب. لا بالظبط. 40. نرجع لنقطة ان عشان كده ناس كتير بتضطر انها تشتغل لوكمز هنا عشان يزودوا الدخل بتاعهم يعني. ننقل الحوار بقى لنظام المعادلة لان انا كده ناوي اجيلك. طب تكلفة المعيشة بالنسبة للولاية اللي انت فيها نيو جيرسي؟ انت جيت بقى للحته الصعبه. انا في منطقه في نيو جيرسي اسمها جيرسي سيتي. جيرسي سيتي دي قدام منهاتن بالظبط. تمام. يعني انت لو انت عارف برج جنب التجاره نيويورك العالمي على اللي طول. انا لازق في وشي كده قدام المستشفى. انا من الدور السابع بتفرج على تمثال الحريه. المنطقه فيو اللي فيها برضو يا اخي. المستشفى هو فيو الصراحه حلو، بس احنا ما عندناش وقت ان احنا نتفرج على تمثال الحريه. فيو بس المستقبل بيضيع. تصدق ان انا كنت ممكن اطلع دلوقتي اتكلم من هناك، بس مش مشكله. المره الجايه البيت اللي انا ساكن فيه مثلا على بعد نص ساعه مشي توصل للمنطقه زي سيتي سنتر كده وبتاع. فالمنطقه حلوه، فده بتدفع فلوس هاي كلاس كده لما انت تتفرج على الشقه جميله كده ومبسوط وفي مكان قريب من المواصلات العامه، لان هنا في مواصلات مثلا زي الباص ترام كده. او المترو عشان او كده. تاخد شقه قريب من المترو او الترام بالكهرباء والميه ومش عارف
هتبقى في حدود $2000 مثلا في الشهر. ده رقم كبير جدا. يعني انت لو هتقعد في مكان حلو هتدفع 2000. طب انت لو هتقعد في اوضه مع واحد في شقه هتدفع لك في حدود مثلا 1200. فانت يعني مينيمم هتلاقيه 1000 في المكان اللي انا فيه، طبعا ما بتكلمش على اي مكان تاني. ماكسيمم عشان تقعد في مكان يعني شقه لوحدك وحلوه وجميله وبتاع، ماكسيمم 2500 بس. طب حلو والله. يعني احنا هنا يعتبر كل المدن مش غالية قوي، هي يمكن لندن اللي شاطحة لوحدها كده اسعار خرافية. يعني ممكن حد يأجر، عشان يأجر شقة في لندن اسرة مثلا اب وام وطفلين، الشقة دي هتقف عليه مثلا اقل حاجة 1500 باوند وانت طالع. 1500 باوند ده طبعا من حد مرتبه 3000 باوند او 3000 ونص، فانت نص المرتب متاكل. فعشان كده الناس بتهرب من لندن اصلا يعني. الكلام ده هنا موجود عندي. يعني انا اعتبر في قلب منطقه اللي فيها سكان كتير زي مانهاتن ونيويورك وجيرسي سيتي والحتت دي كلها فيها ناس كتير قوي وزحمه، فعشان كده غاليه زي لندن كده بالظبط. فالمرتب بيبقى في حدود هتدفع نصه، يعني من 40 ل 50%. لو انت عايز تقعد في شقه كويسه من 40 ل 50% مرتبك هيروح على الشقه. في بلاك بول مثلا هنا الشقق لا ارخص من كده كتير. يعني انت مثلا ممكن تاخد شقة كويسة او حتى بيت دورين يبقى في حدود مثلا 600 700 800 لو هو مثلا حلو قوي في مكان لطيف. يعني معلش بقى عشان احنا هندي البوينت بتاعت الايجارات لانجلترا. انا اصل انا هحاول اخد اي حاجه انا حاسس ان وانا انت مش انا لاقي حاجه حاسس ان انت اخدها. بتحاول تاخد البوينتس دي. ما لا بس تحاولش هي تاخدها. بصراحه يعني انا كنت فاكر، انا كنت داخل متخيل ان انا هزنقك في كام حاجه احس ان انجلترا حلوه فيهم، فاحس ان انا راضي عن نفسي. بس انا خدتها انت من فاجئتني انت بموضوع ان التامين اصل التامين كده يعتبر، انا كنت فاكر التامين في امريكا هتدفع مبلغ، طلع ان تقريبا نفس المبلغ اللي انا بدفعه هنا. كنت متخيل اكتر من كده فعلا. طب الماتشنج، هل فعلا الماتشنج في امريكا ممكن بياخد وقت كتير وتقدم كذا سنه طبعا ما تمتش؟ طبعا. طيب هل في اوبشن تاني غير الماتشنج؟ لا هو بص هقول لك على حاجه. هو كده كده انت لازم تماتش. ممكن تيجي تعمل اوبزرفر شيبس ودي حاجه مش هتاخد عليها اي فلوس، هتدفع فيها فلوس. طيب انت ممكن تيجي تعمل ريسيرش. طب ريسيرش انت موستلي علشان تلاقي مكان ياخدك تعمل ريسيرش هيقول لك طب ما عملتش قبل كده، طب تعالى عندي اتعلم يعني ما تاخدش فلوس، وبعد كده هبقى اديك فلوس لما تبقى كويس. فلما وفلوس تبقى كويس الريسيرش دي نفسها اصلا مش فلوس فلوس كتير صح؟ فلوس مش هتبقى كتير، هتبقى في حدود مثلا اقل من نص الفلوس اللي انا ممكن اكون باخدها في النيابه. فهتبقى فلوس معيشاك. يعني لو انت بتعتمد عليها اعتماد كلي هتبقى معيشك، ها فاهمني؟ يعني يا دوب. يعني لو معاك عيله هيبقى هيبقى مش الموضوع صعب. مش تعيش. اه هنا الريسيرش مهم جدا 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 جدا، لدرجه ان في ناس في السبيشالتيز بيقول لك انا اول حاجه ببص لها سكورز المعادله بتاعتك عامله ازاي، بعد كده على طول ببص للريسيرش اللي انت عامله في التخصص اللي انت جاي تقدم عليه ده. ممكن تيجي تشتغل ريسيرش اول 6 شهور سنه مش هتاخد فلوس، وبعد كده تبدا تاخد فلوس مش هتبقى كتيره، يا دوب هتبقى ستيب عشان تاخد نيابه. ايه الاوبشن التاني؟ ان انت مثلا في ناس مخلصه نيابات في مصر. انا مخلص نيابه بطنه مثلا في مصر، مش انا بقول لو انا يعني مثلا خلصت نيابه مثلا بطنه في مصر انا ممكن اقدم على فيلوشيب. هنا النيابه بطنه وبعد كده تخلص النيابه تاخد فيلوشيب كبد وجهاز هضمي. الفيلوشيب شويه بتبقى اقل ليس كومبيتيتيف شويه عن الريزيدنس يعني شويه، مش هقول لك قوي. فانت ممكن تيجي تعمل فيلوشيب الاول لو انت الظروف تسمح لك، ولو انت عاوز تقدم على حاجه مش كومبيتيتيف قوي زي مثلا نفرولوجي زي اندوكرينولوجي. بس الكلام ده باعتبار ان انت مخلص نيابه. انت مخلص نيابه، لازم تكون مخلص نيابه اوريدي. طب الكومبيتيشن ريشيوز للانترنال ميديسن مثلا، بما انك في الانترنال ميديسن، عامله ازاي؟ اقدر اقول لك يعني 60% مثلا من الناس اللي بتقدم بتتقبل. طب والله دي نسبه 60% ده رقم كويسه. قليل، ده مش قوي مش هي ليه؟ بس مش وحشه برضه. لان الناس اللي بتقدم مش ناس سهله. هو انا يا ترى في احسن 60 ولا اوحش 40؟ هتلاقي نفسك ان انت بلا شك هتكون في اوحش 40 لو انت البورتفوليو بتاعك مش كبير او مش عامل مصر. يعني ريسيرش. انت لو طالع من مصر مهما كنت جامد في مصر انت هتبقى من اقل 40%. بيشكر في نفسه يعني ايه من غير ما يبين كان هو لا انا من اجمد 60%، معلش بقى يعني. ما انا بقول اذا كان انا بديك اكزامبل ان انا اللي طالع من مصر من غير ريسيرش في امريكا، من غير ما يروح يعمل اوبزرفر شيبس في امريكا وياخد ليترز اوف ريكومنديشن. يعني ليترز اوف ريكومنديشن دي اهم حاجه انت ممكن تاخدها من امريكا. ان هو بالنسبه له انت جاي لي من مصر، ماشي يا عم انت سكورك عالي وكل حاجه وعلى راسي، بس انا ما اعرفكش. طب انت اشتغلت في السيستم الامريكي قبل كده؟ لا. طب انت هل في دكتور في امريكا شافك او انت اشتغلت معاه او شفت اي حاجه في امريكا؟ it makes طب انا sense اضمن يعني. منين ان انت بيخاف. حتى لو سكورك في السحاب ان انت ما تبقاش اوحش من واحد تاني سكوره اقل منك بس تشتغل في امريكا 6 شهور؟ فهو
بالنسبه له ان انت تبقى في امريكا ده طبعا هو لوجيك فشخ، عارف الناس، اوريدي شاف الدنيا، هو فاهم. او الناس عارفه ان هو فالماتش خلاص شخص كويس او شخص ينفع يشتغل هنا او عارف بالظبط، السيستم او كده يعني. هو طالما انت انترناشونال او انت مش امريكي، فهو انا بالنسبه لي ايه اول حاجه ابص عليها، هو الشخص ده سكوراته عامله ازاي في الامتحان، بلس هو اشتغل في امريكا او عمل اي حاجه في امريكا ولا لا. طب هل معنى كده ان في تحيز في الماتشنج للجراديويتس الامريكان او الجراديويتس اللي اتخرجوا؟ طبعا طبعا، انا عاوز اقول لك على حاجه انت مش هتبقى متخيلها غير لما تشتغل في امريكا. انا شفت هنا طلبه سنه ثالثه ورابعه كليه طب في امريكا امم بيجوا يشتغلوا معانا، بيجوا يشتغلوا حرفيا معانا زينا كده بالظبط، كلها سنه كلينيكال، بينزل المستشفى يشتغل زيه زي، بيشيل حالات، بيكتب نوتس، بيبريزنت الحاله للدكاتره. الراجل ده بياخد اكسبيرينس زي الاكسبيرينس اللي انا باخدها في اول سنه في النيابه كلها. طب انا ليه اختار واحد هيجي لي من مصر ما يعرفش انا السيستم ماشي ازاي، صح. وانا ممكن اختار واحد هيبقى يسهل الدنيا عليا؟ ما هو اللي متخرج من امريكا ده قاعد اخر سنه في حياته في امريكا، اخر سنه في كليه طب، عمال يلف في المستشفى واشتغل في كل مكان. لوجيكلي لازم اديله ادفانتج، وهو ده اللي بيحصل. الامريكان ممكن يمتش في نفس الحاجه اللي انت هتماتش فيها بسكور اقل، يكفيه ان السي في بتاعه ان هو ان هو متخرج من امريكا. بالظبط النقطة دي يعني يمكن صراحة من الحاجات اللي بتخلي انجلترا شوية اسهل، لان هنا هم مش عاملين ادفانتج لحد متخرج من طبعا في ادفانتج من ناحية السيرفيس جوبز، ان شخص عارف السيستم او شغال هنا هيفضلوا ان هم يشغلوه، خاصة ان مش بيحتاجوا يعملوا له سبونسر شيب لفيزا او الكلام ده خلاص. دي جزء كنت عاوز اقول لك عليه برضه، ان هو انت لو انت مواطن امريكي انت ستيل مش محتاج فيزا. الفيزا في ناس كتير بتعمل فيزا وبتترفض، ايوه فاللي هو انا ليه كبروجرام احط ريسك ان انا ممكن اجيب 10 نواب منهم 2 يترفضوا في الفيزا، ابقى انا قاعد مش لاقي عندي 2 نقص في نواب. اتنين اه بالظبط. لكن في التقديم على التريننج او مثلا اللي هو الحاجه اللي زي الريزيدنسي في امريكا، الكومبيتيشن سواء انت جراديويت في امريكا او جراديويت من حته، والله ان شاء الله تكون من كوالالمبور، مش قصدي ان كوالالمبور وحشه يعني بس اللي هو ايا كان انت متخرج فين، اللي بيحسب الفرق ما بينك وما بين اي حد تاني هو السكور بتاعك في الامتحان بتاع التريننج اللي هو الام اس ار اي، وفي السكور بوينتس بتاعتك اللي انت ايه عملت ريسيرش، عملت كذا، ده كل ده بيديك بوينتس. انما انت اتخرجت منين بقى او ما اتخرجتش منين دي مش بتفرق قوي هنا يعني، فيمكن ده بيخلي الكومبيتيشن ريشيو هنا شويه اقل من الماتشنج في امريكا يعني. فعشان كده يمكن الناس بتستسهل انجلترا عن امريكا، ان امريكا هو انت ده ممكن حقيقة، لأن تخلص أنا هدي لك إكزامبلز برضو الناس أعرفها شخصيا بتقدم على الماتش سنة وما بتتقبلش. والفكرة في أمريكا برضو دي بوينت إحنا عاوزين نديها في صالح إنجلترا 100%. أنت في أمريكا هو الماتش مرة واحدة في السنة، فدي حاجة برضو أنا ما عرفتهاش غير مؤخرا في مشوار المعادلة. بتأبلاي في وقت، بتأبلاي في شهر 9 دلوقتي، ده وقت الأبليكيشنز، بتعمل انترفيوز في شهر 10 11 12، في شهر واحد بروجرامز تبدأ تفكر مين اللي هناخده وأنت تفكر مين البروجرامز اللي أنت عايزها، شهر 3 بيطلع نتيجة الماتش، في شهر 7 بتبدا شغل. فانت بروسيس الماتشنج لوحدها بروسيس بتاخد بتاخد 9 سنه شهور تقريبا. تقريبا. وبعد ما التسع شهور دول بيخلصوا طلعت النتيجه في شهر 3 ان انت ما اتقبلتش، خلاص انت هتبدا تفكر طب انا هابلاي شهر 9 الجاي اللي هو كمان 6 شهور. هي كل سنه، بس انت في الواقع لو ما اتقبلتش بتقعد تستنى 6 شهور عشان تابلاي تاني، يمكن وهو ده ما فيش يعني اوبشن تاني. مفيش اوبشن تاني، انت خلاص خلاص. انت صرفت وعملت، فانت مفيش قدامك طريق تاني غير انك هتمشي في صح الموضوع ده. صح. طب هل في ناس قعدوا كذا سنه وفي الاخر برضو ايفينشولي ما عرفوش يمتشوا، ولا انت سونر اور ليتر غالبا ممكن تعرف تمتش؟ صعب قوي ان انت تقعد كذا سنه، الا لو انت مثلا قاعد بتشتغل بقى مثلا في السعوديه، فاهم يعني؟ انت مثلا قاعد بقى شغال في مصر ومش فارقه معاك امريكا، وبنفس السي في بتقدم كل سنه وبتترفض. خلينا لوجيك برضو ان انت لو اللي هو قدمت انت السنه تاني دي وما بنفس السي في اتقبلتش، تاني طب جدد يعني، انت كل اللي اتجدد في السي في انك كبرت سنه مش عايزين بقى. دكتور جدع كده وصاحب صاحبه لا لا شكرا لما انت ما تترفض سنه يبقى انت روح ظبط السي في بتاعك، صح. شوف هم عايزين ايه. هم عايزين ايه؟ انك تيجي امريكا، تعالى امريكا اشتغل ريسيرش، اقعد السنه دي كلها اعمل ريسيرش. انا عملت كده، انا قدمت على الماتش، وقبل ما نتيجه الماتش تطلع انا رحت اطلع اعمل اوبزرفر شيب. ليه؟ لان انا قلت ما انا في احتمال 50% ان انا ما متش، صح. وممكن اكتر كمان. وطلعت وعملت اوبزرفر شيب، وانا في نص الاوبزرفر شيب جات لي نتيجه الماتش ان انا متش. يعني والله يا عمار لكل مجتهد النصيب، وانت ما شاء الله يعني ربنا يكرمك، انت من وانت في مصر والله هو قد كده. اللي هو ايه، عارف الولد ده فيه امل، فيه بصيص طب انا عندي سؤال اخير، انا عارف انك تعبان ولسه مخلص لا يا نبطشيه عم انا مش تعبان، انا شفتك ارتحت يا سلام، يا شغل المصريين ده ماشي في كل حته لا وهنا جديد بالنسبه لهم، خد بالك مش زي مصر. فانت بالنسبه لهم يعني عامل بالنسبه لهم اه عبقري. التريننج بتاعك بعد ال3 سنين الانترنال ميديسن، انت ايه الخطوه الجايه بالنسبه لك؟ حابب هتعمل ايه؟
ده سؤال صعب شوية دلوقتي، بس هو أنا هقول لك البلانز اللي في دماغي. في ناس كتير ممكن تقول لك أنا واحد مش عايز أضيع وقت في عمري، أنا واحد عاوز خلاص يبقى معايا فلوس واشتغل خلاص على طول. اول ما اخلص نيابه اشتغل وما عدتش اعمل تريننج تاني وخلاص. تشتغل كسبيشالست بقى اللي هو او بطنه عامه بقى، ان انا اه خلصت نيابه بطنه اشتغل بطنه عامه، اللي هو بيسموه هوسبيتاليست، بيبقى مسؤول عن الحالات بتاعه الانترنال ميديسن الجنرال. ده مرتبه بيبقى كويس، فبالتالي انت بتحس بنقله كبيره ما بين ال 60,000 وال 70,000 اللي انا قلت لك عليهم ل 250 و 300,000. فده رقم كبير. فناس بتقول لك لا يا عم انا لسه هقعد اعمل سب سبيشالتي جاسترونترولوجي 3 سنين كمان. والمبلغ صراحة المبلغ تمتنج فانت يعني ان انا اشتغل بالظبط. على طول. اه فناس كتير بتقول لك لا انا هشتغل هوسبيتالست على طول واخد مرتب عالي وخلاص وشكرا، ومش هقعد 3 4 سنين كمان. سبيشالي ان في بعض السبيشالتيز اللي هي بقى مرتباتها عاليه وبرستيج عالي وزي جاسترونترولوجي والكارديولوجي مثلا ممكن ما تتقبلش في اول مره. برضو نفس الكلام، انت مخلص نيابه بطنه هتقدم على جاسترونترولوجي هيقول لك لا مش هناخد. ليه يا عم انت ما عندكش 1000 ريسيرش جاسترونترولوجي؟ يا عم طب انا عندي حوار وقت اعمل بجد. ريسيرش في النيابه. في غيرك عنده وقت. هو بيقارنك ايوه واللي مقدمين على جاسترو. فانت وشطارتك برضه موستلي عشان تاخد مثلا جاسترونترولوجي انت محتاج تعمل سنه زياده تشيف ريزيدنت حاجه شبه كده. يعني صعب انك تتقبل على جاسترونترولوجي من اول سنه. مرة واحدة بعد ما تخلص الانترنال فانت ميديسن. سبيشال لو انت ستيل عايز بقى نفرولوجي اندوكرينولوجي الحاجات اللي ليس كومبتيتيف شويه ممكن تاخدها بعد النيابه على طول. هتبقى برضو هي بتعتبر تريننج برضو زي النيابه، بس انت اسمك فيلو بدل ما اسمك اه ريزيدنت بقى اسمك فيلو. فيلو يعني بيبقى ليه مكانه شويه عن الريزيدنت، يعني بمرتباته اعلى شويه، اللي هو مثلا هياخد 80,000. في ناس تبقى في الاول تقول لك انا احب ابقى نفرولوجيست ولا او مفيش غيرها وبتاع، وبعد ما يشتغل 3 سنين نيابه يقول لي بص انا عايز اريح خلاص بقى بقى عايز اشتغل. سبيشالي ان الجدول بتاع الهوسبيتالست عاده بيبقى اسبوع اون واسبوع اوف. طب حلو ده فده جدا، حلو. حلو دي جدا. حلوه. يعني انت شغال اسبوع واسبوع، ومثلا الانيوال سالاري بتاعتك من 250 مثلا الف وانت طالع، ده يعني ده حاجه مريحه ده جدا كويس لاي جدا، حد. ده خلاص كويس بقى يعني جدا. ممكن تبقى خلاص يعني البيك بتاع الكارير لناس كتير. انا خلاص هستقر في بالظبط. الوظيفه دي يعني. المهم احنا متشكرين جدا يا دكتور عمار، يعني نتمنى لك التوفيق والسداد في المستقبل، ونسمع عنك كل خير كده. ربنا حبيبي يوفقك يا رب. انا كان نفسي بقى ان انا اخد جوله في المستشفى كده اوريكم الدنيا، بس انا لا انت يا دوب تروح تنام، المره انت يعني الجايه لسه مخلص نبطشيه افتح لك بالليل فيديو صح؟ من نبطشيه بالليل. بس حاجه سريعه كده على النبطشيات بتاعه المستشفى عموما. اه انت بتبقى مروح مش مقتول، بس دي بوينت اختلاف مصر. انت بتبقى مروح مقتول من مصر، هنا انت مش مقتول. بس عادي، دي فكره، مش اوفر ووركد يعني، مش لان بالليل. شغلك الى حد ما مريح. انت ليك كراسي مريحه، ليك كمبيوترز مريحه، ليك اماكن نظيفه بتاكل فيها وبتشرب فيها، وليك سناكس كده في اماكن معينه بتاخد سناكس بتاعتك، ثلاجات مايكرويفات وترابيزات بلياردو وبنج. الى حد ما. بيئة العمل الشغل نفسها. انفايرومنت مريحه مم. جدا 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 فوق ما تتخيل مقارنه بمصر. تمام. هنا انا عايز اقول لك ان انا اللي بقول لك عليه بيعتبروه عادي، هنا بيعتبروه اللي هو لا ده في احسن. مش هنتطرق للمقارنة بمصر لان احنا يعني مش عاوز هي كده مصر يعني. انا الوضع فيها. لساني بياكلني خد بالك، كل شويه ببقى نفسي اقارن ما بين بلاش النيابه بتاعتي بلاش. في مصر، بس انا مش هقارن. شاكرين جدا يا عمار والله، وربنا يوفقك كده، وان شاء الله يعني الناس تستفيد من الفيديو ده وتدعي لك. حبيبي حبيبي يا عمار، حبيبي خلود. يومك سعيد يا رب ان شاء الله. ماشي يا باشا حبيبي. الف يلا سلام، سلام. باي.